النهارده الخميس انا نزلت اجرب شغل. عايز اقول لكم ان انا من الساعه 10:30 لحد دلوقتي الساعه 7:30 كل اللي عملته 4 مشاوير. 4 مشاوير عشان انا مش عارف اخد مشوار من الصبح بالسعر العادل اللي هو يبقى كيلو على الاقل في المشاوير الطويله 7 جنيه 8 جنيه اقل حاجه، والمشاوير الصغيره والوسط 10 جنيه و11 جنيه وازيد. النهارده المشاوير اقل بكتير من المعتاد والاسعار برضو اقل من المعتاد، فواضح ان الشركات واخداها عين. طيب احنا ان شاء الله 9/11 الناس كلها تاجز وتريح، ووفروا بقى بنزين وريحوا عربياتكم وريحوا نفسكم شويه كده لحد ما الشركات تحترمنا، لان احنا بنطالب بالحد الادنى، بنطالب باقل تسعيره. وحاجه تانية يعني انا لما حسبتها حسبه كده صغيره، دخلت على جوجل لقيت ان اندرايف محمله 100 مليون واحد، وديدي محمله من على جوجل بلاي 100 مليون واحد، اوبر محمله بليون. فتخيلوا مثلا لو الشركات دي بيشتغل مثلا بتعمل في اليوم بيركب مثلا او بيجي زباين هم بياخدوا نسبه، فهنفترض دي مثلا او اندرايف اللي هي بتستهبل ومخليه العملاء تعمل اسعار اقل من المعتاد وتسرق وتبخس الناس اشيائها. فتخيلوا مثلا ان في 1000 رحله في اليوم، واندرايف هتاخد على كل رحله 10 جنيه بس. انا هقول لك نسبه ثابته اهو، يعني كده بنتكلم في 10000 جنيه تقريبا. لو بنتكلم في مليون رحله في اليوم فبنتكلم في ان الشركه لو بتاخد 10 جنيه فبتاخد 10 مليون جنيه في اليوم. ده شركه اندرايف بتدفع للحكومه 2% ضرايب او 3%، انا ما اعرفش بتدفع كام، بتاخد منك 11%. يعني الشركات دي ما عندهاش مقر ولا عندها مكاتب ولا عندها موظفين، بالكتير 4-5 كول سنتر وبالكتير مكتب ما نعرفش مكانه فين. كذلك ديدي وكذلك اوبر. فايه الفكره ان انتوا تتعنتوا في الاسعار وتعملوا الاسعار بالشكل ده وما ترضوش ان انتوا ترفعوا الاجره؟ يعني انا مش فاهم التسعيره بالنسبه لكم هتعضلكم في ايه؟ طب لو انت مش عايز ترفع على العميل، طب خفض نسبتك انت اللي بتاخدها مني واديني انا بونص بقى واديني ارباح بزياده عشان اعرف اشتغل، وادفع انت الفرق بتاع الاجره ده للعميل من جيبك. انما انا ما اطلعش اعمل لك مشاوير واحرق العربيه وقطع غيار وبنزين ومش لاقي في الاخر لما العربيه بتعطل ما الاقيش اصرف عليها. بخصوص اندرايف اللي هقعد اكد عليه في كل فيديو، لازم اندرايف يبقى الموضوع بالنسبه لها كده فيها حاجات مش قانونيه، لازم نرفع عليها قضيه في حته اللي هي بتخلي العملاء يسيبوا تعليقات سلبيه في الكومنت ويشتموا، وده طبعا سب وقصف وتنمر. النقطه الثانيه ان هي بتاخد الفلوس مقدما، ومؤخرا ما بقتش تبعت فلوس الرحلات بنسبه كبيره. يقول لك اصل احنا لاحظنا ان انت عملت واجهه لنفس المشوار اللي العميل كان هيركب فيه. يعني لو انت عامل واجهه وانت مروح والعميل طلب الرحله وكنسل، الفلوس ما بترجعلكش، ودي حصلت معايا. هفضل اقول الكلام ده في كل فيديو عشان الناس تاخد بالها. فيا ريت يا جماعه كده الموضوع الناس ما تاخدوش باستهتار. الشركات طول ما العربيات بتنزل الشارع كتير وطول ما الناس بتقبل باي سعر فهتفضل تستهبل وهتفضل تدينا على دماغنا، ومهما البنزين رفع هيجي يعمل لك عروض، والعروض دي بتبقى شويه مؤقتا وبتنتهي. هتفرح انت بالعروض وتشتغل، بعد كده هتلاقي الاسعار ورجعت لطبيعتها تاني اللي هي زي من 2 ومن 3 سنين. فرحان بالشغل ينزل يشتغل باي سعر ياخده، وما يجيش يعيط بعد كده لما ما يعرفش يدفع اقساط العربيه. وما تنساش ان وانت شغال ولا ليك تامين ولا ليك تامين صحي ولا ليك نقابه ولا ليك اي حاجه ولا ليك اي حقوق. عربيتك اللي هي راس مالك الاساسي مجرد ما هتبوظ هتركنها وتقعد جنبها، لما تيجي تبيعها وتدور وتعمل اعاده تدوير هتكون العربيه عامله 300-400 الف كيلو لو بتشغلها او مأجرها، فمش هتعرف ان انت تجيب عربيه حتى في نفس المستوى بتاع عربيتك. يا ريت الناس تكون فهمت يا جماعه، يا ريت الناس تكون فهمت. سلام.